الامتحان بالمدارس. انا دائما ماشي 3 تمارين مهمه جدا. مو كل الكتاب هو، مو كل اليونت، لكن دائما 3 تمارين دائما احنا نمتلي اليهم. خلينا نشرح لنا على السريع بابا. انتهي اليوم الامتحان. اوكي. التمرين هذا اللي هو صفحه 91 عندي كلمات او مصطلحات او اجزاء جمل نرتبهم ترتيب بعلى ترتيب تجيك نصا كما هي، يعني هذه الجمله الاولى مثلا او هذه تجي نصا. شلون ترتبها؟ طبعا التمرين هو يخص يا موضوع الريليتيف بروناونز اللي هو شنو هو؟ ضمائر جمل الوصل اللي هي الهو للعاقل، تذكروها الويتش لغير العاقل، الذاك لغير العاقل، تذكروها هذا التمرين. هذا التمرين صاير جو الاختيارات. بيا صفحه قلنا صفحه 91 اعيدها، صفحه 91 تلقى تمرينين على جمل الوصل. واحد اختيارات ما بين الاقواس، تختار ضمائر وصل معينه، قلنا اللي هو للعاقل، الوجه والذات غير العاقل، وبعد تمرين جوا هم بضمائر وصل. يعني شوف هسه الجمله الاولى بيها هو مثلا، الجمله الاولى فيها هو. اوكي؟ اللي هو شنو اللي هو؟ ضمير وصل بابا. ضمير وصل. اللي هو ضمير وصل. اوكي؟ شوف الثانية ايش بيها؟ فيها which ضمير وصل. الثالثة ايش بيها؟ مثلا وينها؟ ذات، بيها ذات، هاي ذات. اوكي؟ إذا بيهم ضمائر وصل. هسه المطلوب شنو؟ المطلوب بس شلون نرتبهم، هذا كل ما باعوا لبعض حسب المعنى. Can learn from home. هو للعاقل الذي. بعد students طلاب have the internet. شلون ارتبها؟ طبعا ضمير الوصل هذا يجي ورا اسم موصوف. اسم موصوف نصبه الذي. شو ترى شلون؟ اكيد ماكو غير الستودنتس اللي هي الطلاب، اجيب الطلاب هنا ستودنتس اخليها بالبدايه. اجيب ضمير الوصل اشكل اريدكم تكتبون ما عدا الجمله الاخيره ترى. يعني تخلي اسم وتخلي ضمير وصل، واكثر شيء يجي الستودنتس لان هي مختصه بمن؟ مدارس المستقبل. schools of the future. اوكي. students هو الطلاب الذين. بعدين اكمل عندي كان learn from home وعندي have the internet. الطلاب الذين يملكون انترنت بامكانهم يستطيعون ان يتعلموا في البيت. يعني شو يصير عندي؟ اجيب هاي الهاب وبعدين وراها هذه، يعني يصير عندي هذا رقم 1 وهذا رقم 2 وهذا رقم 3 وهذا يصير رقم 4. واضح الحل بابا؟ هيك ترتبها. شوفوا لي الجمله الثانيه. will be bigger school buildings which will have more facilities. اجيب الاسم الموصوف اللي اريد اوصفه، لازم اسم. قابل استخدم هاي الاسم الموصوف او استخدم هاي مثلا من هي بعد؟ ما عندي. هي هذه will be bigger؟ لا، السكول بيلدينجز. تمام؟ السكول بيلدينجز. فاجيب السكول بيلدينجز وبعدين اجيب ضمير الوصل مثل ما سوينا هنا. ستودنتس بعدين هو. هسه سكول بيلدينجز which اجيب الاسم. راح اكتبها بس ارقام. هاي السكول بيلدينجز راح تصير رقم 1، الويتش راح تصير رقم 2 اخليها. تبقى عندي will be bigger لو will have more facilities. شنو اللي اختار؟ اقول المدارس، بنايات المدارس التي تشبيها، التي تمتلك منشآت have more facilities، اكثر منشآت اللي هي منشآت رياضيه، متاحف، غيرها، مدارس المستقبل، ايش بيها؟ سوف تكون اكبر. will be bigger which فاذا هذا راح يصير رقم 3 وهذا راح يصير رقم 4. شو يصير الحل؟ بنايات المدارس التي سوف تكون او تحوي منشآت اكثر سوف تكون اكبر، راح تكون كبيره. واضح بابا؟ اذا school buildings which will have more facilities will be bigger. هذا الحل. شوف الثالثه مثلا.
The facilities will be used for sports include a football pitch and a gym. Okay? هذا الجيم جي واي ام. تمام؟ وعندي ذات. المعنى شنو؟ المعنى الذات لغير العاقل هم التي. تمام؟ عندي the facilities الإمكانيات والمنشآت will be used for sport سوف تكون مستخدمة أو تستخدم للرياضة تتضمن مثلا ساعة مدرسة كرة قدم مثلا وتتضمن بعد شنو جيم قاعة رياضية. شلون أرتبها الآية؟ شلون أرتبها؟ عندي هنا الذات تجي ورا تجي ورا الاسم الموصوف. شنو الاسم الموصوف؟ اوكي؟ اجيب الذات فاسيلتيز هو الاسم راح يصير اول واحد. اجيب الذات ثاني وحده. So the facilities ذات المنشآت الرياضية او غيرها التي تستخدم ثلاثة التي تستخدم فور سبورت للرياضة تتضمن شنو يقولون؟ تتضمن الفوتبول بيتش اند جيم وقاعة رياضية. هذا الحل واضح. الشكل اللي انتم ترتبوا لي اياه. اوكي؟ عندي بعد هاي اخر جملة دي لو بعدها غيرها. Some people don't have the internet. بقول المعنى. بقول لي شباب منا some people بعض الناس don't have the internet لا يمتلكون انترنت. بعد هو الذين will not be able سوف لن يكونوا قادرين to access the lessons يدخلون ما ينفذون الى الدروس اللي ما عندهم انترنت. شلون ارتبها لهاي الجمله؟ شلون؟ اوكي اجيب هاي some people اخليها اول وحده. بعض الناس الذين ضمير الوصل هذا رقم 2 ضمير الوصل. الناس الذين لا يمتلكون 3 انترنت. شبيهم الناس will be or will not be able سوف لن يكونوا قادرين على ان ينفذوا او يدخلوا الى الدروس ما عندها انترنت. لان مدارس المستقبل هي معتمده على من؟ على الانترنت. تمام بابا؟ فانا اريدكم هالشكل بابا. اريد انه تطاولها وتخلوا لي ضمير الوصل ورا الاسم الموصوف وتكمل حسب المعنى. لا تخاف راح تجيك نصا طبعا. ما راح يجيب لك شيء خارج وتعرض يجيك نصا يوم الامتحان. واضح بابا؟ موضوع اخر عندي هذا